يا مساء الجمال، تخيل كده انك في وسط لعبة شطرنج وكل قرار ممكن يوديك في داهية. رجب كان فاكر نفسه انه مسيطر، لكن الحقيقة ان اللعبة مليانة افخاخ. هل هيقدر يخرج من المصيدة قبل ما الفخ يتقفل عليه، ولا هتبقى دي النهاية؟ ده اللي هنعرف. ما تنساش اللايك ويلا نبدأ. حكايتنا بدأت مع رجب وهو بيعطف ويلطف مع ايش والحب ولع في الذرة، وبيقولك انه جايب لها مدرسة تديها دروس انجليزي بدل البهدلة في السنتر. وفي وسط الكلام ايش قالت له انا خايفة عليك من عبد العاطي وكمان اسماعيل اللي بيشتغل معاك. فالتاني قال لها اشمعنى اسماعيل؟ فقالت لك انها شافته مرة وهو بيتصنت عليك فخلي بالك منه. ساعتها رجب قال لها انت خايفة عليا من ايه بالظبط؟ فصاحبتنا رمتها له كده في وشه وقالت لك انها خايفة عليه من تجارة المخدرات، وحلفته انه يسيب الموضوع ده. وقتها رجب عمل فيها عبيط وقال لها اذا كانت امك قالت لك حاجة عن اللي حصل زمان في الكباريه ففرج اخويا هو اللي كان ليه في تجارة المخدرات وكمان بطل من زمان، والموضوع ده انا ماليش دخل فيه. وفي الناحية التانية الضابط معتصم بيهدد اخلاص، يا اما تخلي ايش تكلمه او تجيله الاسم يا اما هيفضحها قدام رجب. فاخلاص خدت ديلها في اسنانها وراحت لايش ولما رجب فتح لها الباب قالت له معلش اصل اتعاركت مع صفاء بنتي وعايزه ايش بس اقول لها كلمتين. واخدت بنتها على جنب وبلغتها باللي حصل مع الضابط. فالتانية قالت لها امشي انت دلوقتي وانا هتصرف. في نفس الوقت لبنى كانت عماله تزن كالعاده على دماغ مختار عشان يديها ريق حلو او يخرجها، وطبعا التاني مش طايق يسمع صوتها اصلا. وكلمه من هنا على كلمه من هناك قعدوا يتعاركوا كالعاده، وهي تقول له يا ابن حوكه وهو يقول لها يا بنت اخلاص كابوريا، وراح مديها العلقه المحترمه. وقتها سابت له البيت وراحت للعقربة واشتكت لها من اللي عمله ابنها. على زاوية تانية عبد العاطي مصمم يلعب بالنار ويمضي رجب على ورقة التنازل، بس المرة دي ظبطت معاه وبالفعل رجب مضى على التنازل وسط الورق. بعدها رجب عمل بكلام ايش وقعد يقرر في اسماعيل ويهدده لحد ما التاني اعترف زي لهبل باللي بينه وبين الضابط معتصم. وطبعا رجب ومختار ما توصوش وسلموه للي خلقه. وقتها مختار قالك انا قلقان يا معلم، ما تيجي نأجل التسليم بكره؟ لكن رجب قال له انا عايز اخلص، ميعاد التسليم زي ما هو. ايش من زاويتها اتصلت بمعتصم وطلبت منه يقابلها في بيت اخلاص. ساعتها قعدت تلف وتدور عليه وقالت له انه رجب غير تسليم الميعاد وخلاه الشهر الجاي. لكن الضابط ما اشتراش الكلام ده وعرف ان ايش بتحور عليه وشكلها كده وقعت في غرام رجب، وده اللي اكد له ان ميعاد التسليم زي ما هو. ولما ايش روحت عبد العاطي قابلها وهي طالعه على السلم وقال لها احنا في حاجات كتير نعرفها عن بعض تودينا في داهيه، ولحد دلوقتي محدش فينا قل مع التاني، ولو الفيفا عرفت طريق اللعب بتاعنا هتدينا كاس العالم. ساعتها ايش اتحولت عليه وقالت له وانا بطلت اللعب يا رح امك، شوف لك حد تاني تلعب معاه، ولو عرفت انك لسه بتحاول تمضي رجب على التنازل انا ههد المعبد على اصحابه. فالتاني قال لها سيبك من موضوع الورق ده خالص، انا كل اللي عايزه انك تقولي للضابط اني كنت بساعدك في المأمورية بتاعتك وبس. وقتها ايش قالت له انا في حاجة في نفسي عايزة اعملها يا عبد العاطي، وراحت متمطعة وعطت له قلم محترم. وكده تخلص حكايتنا. تفتكر رجب هيتقبض عليه ساعة التسليم ولا هيخلع منها بالطريقة؟ شاركنا برأيك. ما تنساش تدعمنا باللايك والسبسكرايب. كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو وفي اول كومنت. باي.